في القلوب وعلمي، وارجع بنا لنرى سوالف مجدنا، رب اهتدينا للطريق الأقوم. الناس قد علقت بأوهام الهوى، والمال ينخر في نخاع الأعظم، وتفككت أقوى الأواصر بيننا، والبعض في حضن القطيعة يرتمي. والمسجد الأقصى أسير يصطلي، والكل يرفض بالكلام الأبكم. والبسنة الشماء هاج أنينها من قسوة الزمن الغبي المجرم. والجرح في الشيشان ينزف داميا، لا شيء يشفع للفتى المتألم. والذكريات العاطرات بديننا تأتي وتذهب في هدوء مبهم. ونظل نقذف بالكبائر بيننا، لا شيء يشفع من صلات الأرحم. ما عاد يجدي في الزمان تواعظ، فالوعظ أخفق من بريق الدرهم. قلبي يئن على تفكك أمة فازت من المولى بشتى الأنعم. قلبي يئن على تفكك أمة فازت من المولى بشتى الأنعم. لكننا يا حسرتاه نضيعها من فرقة تطغى وسوء تحكم. صلى عليك الله يا نبع الهدى، بالصلاة عليك يبتل الظما. بعد 13 عاما في الضنا كنت القوي وكنت خير معلم، حتى أتاك الوحي أن قم وارتحل، نفذت أمر الله دون تبرم. فتركت أرضا كم عليك عزيزة، وقصدت قوما ينصرونك بالدم. وجنحت صوب الغار تقصد حكمة، والله عنك يرد كيد الغاشم. ودخلت والصديق في ستر الدجى، كان الوفي وكان نعم المغنم. سد الشقوق بجسمه من خشية أن تبتلى من ضر بعض الهوم. وأتت سيوف كي تنال من السنا، لولا العناية أمكرت للظالم. فحمامة باضت هنا في لحظة، أما العناكب شيدت من معتم. فبدا المكان كأنه مستوحش، وبدا الزمان مهيئا للقادم. حتى سراقة قد دنا من صيده، لما تقدم خطوة لم يسلم. فكب الجواد ومن عليه لحكمة، وقعت عليه فيوض دين أعظم. وتحطمت كل الشراك تحطما، ومضى الضياء إلى المدينة يحتمي. فهناك أنصار الحبيب وصحبه، أنعم بيثرب من مكان أكرم. وسكنت دارا لابن عوف لفترة، منها أشع النور فوق الأنجم. إن القرون تسير مارقة الخطى، والكون ينهل من ضياء الخاتم. هي هجرة منها الدروس جلية، فمتى نصير على الصراط وننتمي. فمتى نصير على الصراط وننتمي. فتح الله عليك. كلمات الأستاذ رفعت عبد الوهاب مصطفى دي برضه، كل اللي بنقوله ده من كلمات الشاعر الكبير الأستاذ رفعت عبد الوهاب المصطفى. ودايما كده إن شاء الله كلماته تبقى بينا دايما كده، وهو بينا طبعا. يعني ناخد من بارك الله فيك، وربنا يجمعنا على الخير دايما. يعني بدأنا معكم بسم الله، وأنا لنا أن نترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا.
عنكم على هذا اللقاء المبدع والناس الطيبين دول، وربنا يكرمنا جميعا ان شاء الله. بارك الله في فيك. رجب ان شاء الله خلاص على في الأبواب. الندوة القادمة لو تعلم الدار منظارها فرحت واستبشرت خيرا وباتت موضع القدم وأعلنت عن نفسها بالحب قائلة أهلا وسهلا بشهر الجود والكرم. نعم نعم، بارك الله. ربنا يكرمنا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.